ولمسته حتى خارج النجف المغربي. هناك سلبيه من الاطراف العراقيه، اقصد غير الرسميه، من المثقفين، من الاكاديميين، من النخب، انه هذه الفعاليه خلاص هي شأن نجفي، خلي النجفيين هم يسووه. انا اعتقد ايضا هذا التصور مغلوط الى حد كبير، وانا الان في صدد الدعوه لمبادره يطلقها مثقفو العراق لدعم فعاليات النجف عاصمه للثقافه الاسلاميه. اقول لما لا تكون هناك فعاليه في بغداد او في اربيل او في البصره او حتى في رمادي اذا استطعنا. هذا الحدث لا يخص النجف، وحتى التحدي السياسي الذي يطرح هذا الحدث هو تحدي يخص العراق باكمله، لا يخص النجف لوحده. انا مع ان تفتح هذه المساله، ان لا تبقى مقصوره على النجف لوحدها، وانما ان تفتح بوصفها شأنا عراقيا عاما. هنا اريد اشير الى الاهتمام الدولي بهذه الفعاليات، هناك اهتمام دولي كبير وغريب. يعني الجهات الاكاديميه العالميه، المؤسسات البحثيه في العالم، بعض الاطراف المرتبطه بالاستشراق او بدراسات الشرق الاوسط او بدراسات التشيع او بدراسات المنطقه مهتمه بشكل كبير بهذه الفعاليه. يعني انا يهمني كذلك ان يطلع النجفيون على هذا الاهتمام العالمي. يعني انا على الاقل طرف ومطلع على